السلام عليكم، معاكم احمد خالد وده اكسكلوسيف كورس. النهارده معانا عربيه سبورتاج موديل 2020. العربيه ده الجيل الاخير من السبورتاج كيو ال. العربيه دي في الاوبشن، بس زي ما انتم عارفين احنا دايما مش بنرضى بس بالفول اوبشن، احنا عايزين الفول اوبشن. العربيه دي جايه ناقص فيها شويه حاجات بسيطه زي كاميرا 360، نظام السبورت كروز كنترول، تسخين الدركسيون وشويه حاجات ثانيه. الحاجات دي هنركبها ازاي ونكون نازله من المصنع خطوه بخطوه مع بعض. نتمنى الحلقه عجبتكم ونشوفوا مع بعض. طبعا العربيه دي صاحبها اشترى القطع بتاعتها زي الكاميرا الاماميه ونظام الرادار. هنبدا ان احنا نفك الاكسدام علشان نوصل الرادار زي ما يكون نازل من المصنع بالظبط بنفس التوصيلات الاصليه، ونعايره ونغير شويه حاجات، ونوصل كمان الكاميرا 360 بالشكل المظبوط ونشوف مع بعض. طبعا ده الرادار بعد ما احنا وصلناه وعيرناه بشكل مظبوط، وده الشاسيه الحديد بتاعه مهم جدا يكون في الجزء ده علشان يحمي العربيه ساعه الصدمات، الصدمه ما تجيش في الرادار وتاثر على المعايره بتاعته. ودي التوصيلات بعد ما وصلناها بالشكل المظبوط لغايه جوه العربيه. هنبدا بقى نقفل الاكسدام ونشوف مع بعض.
few moments later. وعلشان نختبر النظام إذا كان مفيد ولا ملوش لازمة، جربنا نركن العربية بس باستخدام النظام ونشوف هل هتكون الركنة مظبوطة ولا لأ، ودي كانت النتيجة مبهرة بجد. اول ما نشغل العربيه هنلاحظ وجود علامه فرامل الطوارئ موجوده معانا، وكمان لو دخلنا على السيتنج هنلاقي عندنا في درايفر اسيستنس في مجموعه كبيره من الحاجات زادت. هنلاقي عندنا السمارت كروز كنترول ريسبونس سواء سريع او بطيء او عادي، وفي كمان عندنا اللي هو السبيد ليميتر اللي هو اللي بيقرا لوحات الطريق، الداو اللي هو درايفر اتنشن، اللين سيفتي اللي هو اللين كيب اسيست، الفورورد كوليجن افويدنس اللي هو فرامل الطوارئ ان انا اقدر اشغلها واقفلها من هنا بتبقى بشكل مؤقت طبعا، وده التحذير بتاعه يبقى معايا امتى، بتاخر ولا بدري ولا عادي. واخيرا الرير كروس ترافيك دي كانت موجوده في العربيه. فكده في حاجات كتير زادت عندنا في العربيه وشغلناها زي ما تكون نازله من المصنع بالظبط. وبكده قدرنا نركب نظام السمارت كروز كنترول على العربية الكيا سبورتاج موديل 2020. زي ما احنا شايفين دلوقتي انا مش دايس بنزين خالص، العربية ماشية بشكل تلقائي، الرادار شايف زي ما احنا شايفين العربية اللي قدامنا، ونظام اللين كيب اسيست هيبدأ يشتغل بعد سرعة 60 هنلاقيه لقط زي ما احنا شايفين كده شغال نظام اللين كيب اسيست. بالشكل ده انا ممكن اسوق العربيه بشكل تلقائي من غير ما ادوس لا بنزين ولا فرامل ولا حتى اتحكم في الدركسيون، محتاج بس مجرد ان انا اتابع الدركسيون من فتره للتانيه. زي ما احنا شايفين بيديني تحذير ان انا احط ايدي على الدركسيون علشان السواقه من غير ما احط ايدي على الدركسيون ما تبقاش امنه، وبكده يكون النظام شغال معانا زي ما احنا شايفين. طبعا هتقولي لو جت عربيه قطعت عليها الطريق زي العربيه اللي قطعت علينا دي او عربيه وقفت، هتلاقي العربيه بتهدي بشكل تلقائي من غير ما ادوس فرامل خالص، هي بتهدي من سرعتها. ولو العربيه اللي قدامي وقفت تماما هتقف العربيه بشكل تلقائي، انا مش دايس بنزين ولا فرامل زي ما احنا شايفين، والعربيه ماشيه زي ما تكون نازله من المصنع بنفس النظام الاصلي بنفس المكونات الاصليه، كل حاجه شغاله بشكل تمام جدا. من المزايا الرائعه جدا في نظام السمارت كروز كنترول ان هو كمان بيتحكم في الفرامل مع العربيه. لو فرضنا انك مثبت سرعه العربيه زي ما احنا مثبتين دلوقتي على سرعه 100، وانا كنت بتجاوز عربيه فدوست بنزين وعديت السرعه المتحدده، بمجرد ما انا اشيل رجلي من على البنزين هلاقي العربيه بتفرمل لوحدها علشان تنزل السرعه بشكل تلقائي للسرعه اللي انا محددها اللي هي 100. طبعا مثبت السرعه العادي لو احنا مثلا في مكان منحدر ولا حاجه هنلاقي سرعه العربيه بتزيد، لان لا، العربيه هنا بتتحكم في البنزين والفرامل مع بعض. يعني كده مجرد ما بشيل رجلي مع دواسه البنزين او انا مثبت السرعه على سرعه 100، لو العربيه محتاجه تدوس بنزين هتدوس بنزين، لو محتاجه تدوس فرامل هتدوس فرامل. ودي ميزه مميزه جدا في نظام السمارت كروز كنترول. وده اختبار عملي لنظام فرامل الطوارئ، يا ريت محدش فيكم يعمل زي ما احنا عملنا. الاختبار ده بس عشان يبين ان النظام فعال وان هو هيقدر ينجدنا في الاوقات اللي احنا هنبقى محتاجينه فيها. ودي كانت تجربتنا النهارده لتركيب نظام السمارت كروز كنترول الكاميرات ال 360 على العربيه الكيا سبورتاج موديل 2020. نتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تنشروها بين اصحابكم عشان الناس تشوف الانظمه الجديده شكلها عامل ازاي، وازاي القياده الآلية ممتعه ومريحه جدا في الطريق السريع. زي ما انا دلوقتي العربيه ماشيه بشكل تلقائي، انا مش محتاج ان انا اسوق اي حاجه خالص. استنونا في حلقات جديده ومواضيع جديده. معاكم مهندس احمد خيري، مع السلامه.